يقول الإمام سلام الله عليه أن الحسن والحسين أبوان لرسول الله بالنور، وهو أبوهم بالنور أيضا. التفت في شرح الآية: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يقول الإمام سلام الله عليه: الإنسان في الآية ووصينا الإنسان في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وآله بوالديه إحسانا، والوالدان الحسن والحسين من آل محمد. إذا عرفت ليش اسمه أبو عبد الله؟ ليش ما كني بأبي علي سلام الله عليه؟ حتى يعرف لك أنه هو أب بالعبودية لكل الوجود سلام الله وصلواته عليه. لما كان من النبي والنبي منه فكلاهما من نور واحد. إياك الظن أن النبي نعم الحسين أفضل من النبي والعياذ بالله، لا، هم قالوا أرواحنا كما في الزيارة الجامعة: وأشهد بأن أرواحكم ونوركم وطينتكم ماذا؟ واحدة، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.